أكون تكن ماتي باللغة الماليزية. الجملة دي رعبت كل اللي سمعها لحد دلوقتي في ماليزيا. الجملة دي رددتها المطربة الماليزية منى فندي، واللي عملت صفقة مع إبليس بذات نفسه. طب ايه سر الجملة دي وليه عملت كده وازاي دفعت الثمن اللي عملته؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. تابعوا الفيديو للآخر. قبل ما نبدأ ادعموا القناة باللايك والاشتراك في القناة. في فترة الثمانينات في ماليزيا كان في مطربة مشهورة جدا اسمها منى فندي، وده طبعا اسم الشهرة، لكن اسمها الحقيقي هو مازنة إسماعيل. اشتهرت شهرة كبيرة وده بسبب جمال صوتها، وكونت قاعدة جماهيرية كبيرة في ماليزيا وكمان برا ماليزيا. منى فندي كانت حياتها صعبة جدا، وخصوصا انها كانت من عيلة فقيرة وما كانتش معاها فلوس، وواجهت صعوبات كتيرة علشان توصل لحلمها، وده اللي خلاها تتجوز من واحد اسمه محمد أفندي اللي أعجب بيها وكان غني جدا. ولما عرض عليها الجواز وافقت على طول، وأنتج ليها أول شريط صوتي واللي كان عنوانه ديانا، بس للأسف الشريط بتاعها محققش أي نجاح، وده اللي خلى منى فندي تقرر إنها تبعد تماما عن الفن. فضلت تفكر كتير لحد ما لقت طريقة، وهي إنها تتعلم السحر وتتواصل مع العالم السفلي، وده عشان تحقق اللي هي عاوزاه. وكمان هي ما كانتش بتعمل سحر يفيدها هي شخصيا، لا دي كانت بتعمل اسحار لكل الناس اللي هيمنعوها انها توصل لهدفها، واذت ناس كتير جدا بافعالها. وكمان بدات تاخد السحر كشغلانه ليها، وبداوا زباينها تكتر، وكانوا من السياسيين والمشاهير. اختنت وبقى عندها فلوس كتير واشترت عربيات وقصور، بس برضو لسه محققتش حلمها في انها تغني. وفي يوم جالها شخص بيشتغل في السياسه اسمه مزلان إدريس، كان مثقف وسياسي بارز، وكان جاي ليها علشان كان عاوز منصب أكبر من منصبه اللي هو فيه، وكان بينتمي للحزب الحاكم في ماليزيا. فاتفق مع منى فندي انه يجيلها ومعاه 2 مليون ريجنت، ودي عملة ماليزيا، وانها هتعمل تعاويذ عشانه علشان يوصل للي هو عاوز. راح لها بالليل في بيتها وتم الاتفاق، وشاف شموع وبخور وحاجات غريبة منى أفندي كانت محضراها علشان يكتشف بعدها انها هتقتله وتضحي بيه عشان الشيطان نفسه، علشان هي محتاجة لشخص مهم تضحي بيه عشان تعمل طقوسها الشيطانية. وفعلا منى قتلته بمساعدة جوزها ومساعدتها، وحولوا جسمه ل 18 قطعة، حطوها في حفرة على عمق 5 متر وغطوا الحفرة بالأسمنت. أخدت منى الفلوس وراحت عملت عمليات تجميل واشترت عربية مرسيدس، وعاشت وكملت حياتها وكأنها ما عملتش أي حاجة، لحد ما في يوم الشرطة قبضت على مساعدتها في نعمة بتهمة مخالفة مرور عادية، بس مساعدتها افتكرت انه بسبب اللي عملته هي ومنى وجوزها، فانهارت واعترفت بكل حاجة، واتقبض على منى وجوزها ومساعدتها. وطبعا ده بعد ما وصلت لأقصى درجة في نجوميتها، وصلت للي هي عايزاه. بس الغريب ان في محاكمتها كانت بتضحك وبتعمل حركات غريبة وكأنها اتصابت بالجنون، وصدر حكم الإعدام على منى فندي. والغريب إنها شكرت المحكمة وفضلت تشاور للجمهور وهي سعيدة ومبسوطة، وبتقول إنها هتقابل الشيطان دلوقتي، وإنها حلمت باليوم ده إنها تقابله بكل حرية. وبعد 7 سنين من النقض حسب القانون الماليزي تم تنفيذ الحكم على منى وجوزها ومساعدتها. بس الغريب إن الموضوع ما انتهاش على كده، لا ده قبل ما تموت بليلة واحدة طلبت يجيبولها وجبتها المفضلة، وفضلت تردد كلمة واحدة بس: أكون تيكن ماتي. حتى وهي بتتعدم قالت نفس الجملة. وبالمناسبة إعدامها ما تمش بسهولة، يعني ما ماتتش في الحال، فضلت دقايق على ما ماتت. وطبعا الجملة بالماليزي معناها لن أرحل وسأعود مرة أخرى، والكل اتصاب بالخوف وهما بيسمعوها بتقول الجملة دي. اتعدمت وهي عمرها 45 سنة، لكن قصرها موجود لحد دلوقتي، وهو مكان سياحي الناس بتزوره من كل بلاد العالم، والبعض أكد إنهم بيسمعوا صوتها وهي بتغني جوه المكان، غير إن في مرايات القصر بيشوفوها برضه. وطريقة غناها مخيفة وغريبة، وقصتها لحد دلوقتي بترعب كل سكان ماليزيا. والأغرب إن البعض قال إن هي عايشة لحد دلوقتي في قصرها بطريقتها الخاصة. قولولي تحت في الكومنتات، هل سمعتوا عن القصة دي قبل كده؟